أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو لكم آنساتي سيداتي سادتي أن تكونوا في أمن الله وحفظه من قناة سلام الإعلامية المباركة. أحييكم تحية طيبة، وأرجو لكم أيها الإخوة والأخوات أن تقضوا معنا هذه الساعات في رحاب هذه الحلقة، وهي رقم 91 بحول الله. لحظات ونبدأ حلقة هذا اليوم، وستكون تأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأننا في هذا البرنامج مع اللغة العربية نعنى بما يرد أو ما ورد في القرآن الكريم، باعتبار أن القرآن الكريم هو منهاج الأمة وهو أستاذها ومرشدها، واللغة العربية لم تنل مكانتها وشرفها وعظمتها إلا بعد أن نزل القرآن الكريم بها، وهي أشرف وأفصح وأغنى وأثرى اللغات في العالم. لحظات ونبدأ معكم هذه الحلقة أيها المشاهدون الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ويقول الحق سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. صدق الله العظيم. ارتأيت في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات أن نتدبر آيات أو آي من الذكر الحكيم ترد دائما مترادفة: السماوات والأرض. وكنت أو تأملت وأنا أقرأ في كتابه سبحانه وتعالى دوما السماوات تتقدم على الأرض، وأحيانا تأتي السماوات لوحدها والأرض لوحدها في كثير من آيات القرآن الكريم. فقلت في نفسي: لماذا، ما الحكمة من تقديم السماوات على الأرض في معظم القرآن الكريم؟ أحيان قليلة تتقدم الأرض على السماء، لكن في مجمل القرآن الكريم تتقدم السماوات والأرض، وبتجي برضو يعني في آيات كثيرة يعني مع بعض ولذلك دلفت إلى المكتبة فقلت أبحث في هذه المسائل، وهذا شيء من تدبر القرآن الكريم. أيها المشاهد الكريم، وأنت تقرأ القرآن الكريم لا تقرأه بسرعة، وحاول حتى لو قل في نفسك: أنا أريد أن أتدبر في القرآن الكريم. والله حتى لو قرأت آية واحدة من كتابه سبحانه وتعالى أقف فيها وأرجع. وبعدينك اليوم بحمد الله ما أكثر وسائل الشرح في على الإنترنت، يمكنك أن تدخل في تفسير آية واحدة في أكثر من اتجاه. وخير لك عزيز المشاهد أن تتدبر معنا القرآن الكريم ولو آية آيتين في اليوم وأنت تقرأ، خير من أن تقرأه بلا تدبر. والقرآن الكريم حافل بالكثير مما ينبغي أن نتدبره. ويكفي قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونحن إذا ما أردنا أن نفصح لساننا، أن نقوم كتاباتنا، أن نرقى بأذواقنا، وكذلك حتى أن نكون بليغين في اللغات الأخرى التي نتعامل بها ونتحدث بها، سواء كان لغات مكتوبة، لغات غير مكتوبة، لغات سواء كانت لغات أو لهجات، فإن في القرآن الكريم هو المفتاح الذي يفصح لك ليس اللغة العربية فقط، وإنما يفصح لك لسانك في اللغات الأخرى التي تتحدث بها. وكثير من العلماء يؤكدون واللغويون تحديدا
مكانة هذه اللغة وشرفها عند الأمة كلها، سواء كان أمة الإسلام أو غيرها، وأكثر الأمم ارتباطا بهذه اللغة ويعرفون مكانتها. ويعني الآخرون الذين لا ينتمون إلى هذه الأمة من غير المسلمين أعني، فإنهم يحسون في أنفسهم ناقصين. يعني نحن عندما جينا إلى هذه البلاد وأجبرنا على أن ندرس اللغة الإنجليزية وغيرها، و... وأنت يعني الأستاذ يعني يدرسك في هذه اللغة، سواء كان محادثة، سواء كان قواعد وغيرها وغيرها. آه، والله كنت أنا أحس بشرف هذه اللغة. طبعا ده في بدايات عهدنا عندما وصلنا إلى هذه البلاد. الفصل يكون فيه كمية من الوافدين، يعني أعمار مختلفة، وطبعا يعني في الغالب أنت تجلس إلى ما يقارب أعمارك يعني، ومن مختلف التخصصات يعني، وبالألسن. وسبحان الله عندما تجلس في هذه البلاد التي فيها التعدد الثقافي آه، تشعر وتعرف قيمة هذه اللغة. قد لا تحس بها وأنت في بلاد المسلمين وفي البلاد العربية وغيرها، لكن عندما تخرج من محيطك وبعدين تكتشف اللغات الثانية الموجودة ومستوياتها وهكذا، تعرف مكانة هذه اللغة. وكما قيل: وفي الليلة الظلماء وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فالأستاذ عندما يسأل ويقول: كم لغة تتحدث أنت مثلا بالنسبة للطلاب؟ وما هي اللغة الأساسية بالنسبة لك، أو لغة الأم ولغة المعرفة مثلا، اللغة الأولى بالنسبة لك؟ ويأتي واحد يقول لغة هندية، والثاني ما أعرف يابانية وصينية وفيتنامية وما بعرف، يعني متعدد اللغات. والله أي أستاذ أنا مررت به عندما تقول له لغتي الأولى هي اللغة العربية، أول عبارة يقول لك: أنت رجل غني. يعني عندك لغة، حتى عند الخواجات يعني. وما يقول لأي إنسان انه لغتك غنيه الا للمتحدث باللغه العربيه. يقول لك: انت رجل غني ولغتك دي لغه، يعني يكفي انك انت بس يكون عندك لغه، اللغه العربيه. ولما تقول له مثلا وتحدث لغه ثانيه وكذا بتاع مع اللغه العربيه، يقول لك: انت رجل، يعني انت رجل عالمي يعني. ويقول هو الذي يتحدث اللغة الإنجليزية، هو أستاذ بتاع، يقول لك أمام المتحدث باللغة العربية والآخرين، يقول: أنا رجل فقير لا أعرف إلا لغة واحدة، وهذه اللغة. يقول عن اللغة الإنجليزية: هذه أفقر لغة في الدنيا، وما عندها قواعد ولا عندها نظم. يصفوها بأوصاف، يعني ربما الناس الذين يفتكرون أن اللغة الإنجليزية هي كل شيء، وهي نعم هي مفتاح المعرفة اليوم. هي ظروف متعددة لا داعي لذكرها هنا، لكن هم أنفسهم يدركون مكانة هذه اللغة، بمعنى اللغة العربية. فيقول لك: أنا رجل فقير ما عندي غير هذه اللغة، وفقيرة في مفرداتها. وتتحير والله، تحتار عندما يحدثوك عن غنى هذه اللغة العربية. ولذلك نقول: إذا أولا ينبغي أن نتمسك بهذه اللغة، لأنها فريضة من شعائر الإسلام. هذه اللغة ربنا خلاها لنا كده، وأنزل بها القرآن الكريم لكي نفهم كتابه ونفهم أحكامه ونفهم شرائعه ودلالاته وفرائضه وما إلى ذلك. علينا لا مفر ولا مناص أن نتعلم هذه اللغة العربية، ولا مناص أن نتحدث بها لغة فصيحة. لأنك أنت الآن عندما تدخل إلى عماد الدين الصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بالفصحى. لا يمكن أن أنت يعني من الإقامة، خليك من الآذان المرتبطة، وأمشي إلى برضو، تعال إلى الوضوء يعني. حتى الوضوء أنت وأنت تبدأ وتشرع في الوضوء،
ولما تختم الوضوء والأذكار المعروفة أثناء الوضوء كلها فصيحة. فتدخل إلى الآذان بالواطن فصيحة، الله أكبر. لا يمكن أن تقول الله أكبر إطلاقا، يعني لا يكون ذلك أذان. والأذان طبعا يعني أنت لابد تؤذن بالفصحى، الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع وخبر المبتدأ مرفوع والمجرور لابد أن يجر، وهكذا يعني في قواعدها. ثم تأتي بعد ذلك للإقامة. الإقامة تجريها باللغة الفصيحة. نحن لماذا ندعو إلى الفصاحة؟ إلى أن نتشبث باللغة الفصيحة، لأنك لا يمكن أن تمارس، لا تستطيع أن تمارس بغير الفصيحة. فلا تكن غريبا وجديدا عندما تأتي إلى فرائضك. دعك من قراءة القرآن الكريم قبل أن تأتي إليه، وأنت في الصلاة تقرأ القرآن الكريم. فكيف تستقيم قراءتك وأنت لم تفصح لسانك وأنت تتحدث مع الآخر وأنت تتحدث مع نفسك؟ ولذلك أصبح القرآن غريبا عند كثير من الناس، لأنهم لا يقرؤون إلا في الصلاة في الغالب يعني، ولا يفصحون لسانهم إلا عندما يفتحون كتاب الله أو يودون أن يلقون كلمة أمام الملأ. والأخطاء الموجودة حدث ولا حرج، لأنهم غرباء لا يتعاملون مع الفصحى إلا في أشياء محدودة، يعني إلا في نطاق ضيق جدا. ثم تأتي إلى الصلاة لا تصح إلا بالقرآن الكريم، سورة الفاتحة وشيء من القرآن الكريم، وكله فصيح. يعني لا بد أن تقرأه كما نزل، لا بد أن تقول إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. لا يستقيم هذا القرآن إلا أن تعرف القواعد والنحو والصرف والبلاغة، وتقرأه وأنت تدرك ماذا قال الله سبحانه وتعالى وماذا يعني في ذلك. وبالتالي أن تفصح لسانك وأن تتمسك باللغة العربية لا بد أن تذهب إلى القرآن، لا بد أن أقرأه بتدبر. وكلما تدبرت والله بس أنت أنوي أنك تريد أن تتدبر معاني القرآن الكريم، وستقف نفسك واقف في آية واحدة وانظر إليها كيف هي التراكيب. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. هذا كلام بليغ وكلام فصيح، فيه ارتقاء حتى بالبلاغة وحتى وسبحان الله ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن أنت مأمور به ومندوحة لك أن تأخذ مفرداته وتعمل فيه تركيبات وأنت تتحدث إلى الناس. ودائما الذي يتحدث بالفصحى وتعرف أنه علاقته بالقرآن الكريم كيف من خلال حديثه. يعني هنالك أناس قرآنيون يعني يتحدثون حتى في كلامهم العادي تتنزل آيات القرآن والتراكيب والبلاغة، وليس هنالك أبلغ من كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك طالما أنت مأمور أن تقرأ القرآن في الصلاة وتقرأ الفاتحة، هذا القرآن نازل بلغة عربية مبينة. ودائما نقول أنه اللغة الوحيدة في الدنيا التي توصف بأنها لغة البيان، ما عدا ذلك كله لا يمكن أن تقول لو كل لغات الدنيا ليست هي لغات بيانية غير هذه اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، يعني اللغة العربية. وبالتالي عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنا رجعت عشان أتدبر السماوات والأرض، لماذا تتقدم السماوات على الأرض في مجمل القرآن الكريم أو في كثير من الآيات، ومتى وردت لوحدها، وما الغرض من ذلك، ماذا قال العلماء. ندلف إلى أول ما وقفت عليه، السماء والسماوات في القرآن الكريم، للدكتور حسني حمدان الدسوقي
قال في السماء والسماوات في القرآن الكريم، أحيانا ترد بالسماء وأحيانا السماوات وردت. وبعدين سنأتي إلى ما الحكمة من تقدم السماوات على الأرض وكم ما وردت مقترنة، وهكذا إلى أن يعني يحين وقت نهاية البرنامج. سنركز في هذه الحلقة حديثا عن السماء والأرض والسماوات والأرض، الحكمة وتقديم هذا على ذاك في القرآن الكريم. يقول الدكتور: وردت كلمة السماء 120 مرة في القرآن الكريم. حتى مثل هذه الأشياء يعني تدبرها والتفقه فيها أمر مهم بالنسبة للمسلم. وردت كلمة السماء 120 مرة في القرآن الكريم، بينما وردت كلمة السماوات 190 مرة. أما كلمة الأرض فقد وردت بالألف واللام، الأرض 365 مرة، وبدونها 5 مرات في القرآن الكريم. ولنا هنا وقفة أولى مع معاني لفظة السماء في القرآن الكريم ومعاني السماء في الحياة الدنيا غير معانيها بين يدي القيامة. وإليك أولا معاني اللفظ في الحياة الدنيا. أولا، السماء مصدر إنزال الماء، في نحو 26 موضعا يشير إلى أن الماء منزل من السماء، وأن الله وحده هو الذي ينزل من السماء ماء أو يرسلها على الناس مدرارا، وذلك الماء ينزله الله تعالى من السماء أي من السحاب بقدر، فيسكنه في الأرض برحمته، بعد أن تقوم الرياح بأمر الله بدورها في إنزاله إلى الأرض، فيحيي الله بالماء الأرض بعد موتها ويخرج به أزواج النبات والثمرات، فتصبح الأرض مخضرة. ومن صفات الماء المنزل من السماء أنه مقدر بقدر محدود، وأنه طاهر طهور وصالح للسقيا والرعي. نعم، تفتح فمك إلى السماء وتشرب ما فيه إلا الشفاء وإلا العافية، وأنه فراء منهمر ثجاج مبارك، كما أنه ليس لأحد أن يدعي أنه ينزل الماء من السماء، لأن الله وحده هو الذي يملك ذلك، مصداقا لقوله تعالى في آيات عديدة: وأنزل من السماء ماء. شوف تطور التكنولوجيا والعلوم، ليس لحد الليلة ما فيش واحد ادعى، ولا دولة ولا منظمة ولا علماء قالوا سننزل من السماء ماء. يعني ممكن بمعامل كده ومختبرات وكده بتاعه، ما بعرف تكوين الماء H2O ولا حاجة كده، ينزل لك حاجة كده ما. لكن أن تنزل من السماء ماء فتحيي الأرض بعد موتها، والآيات كثيرة سنأتي إليها. هذه حكمة الله، وهذه أشياء اختص بها الله سبحانه وتعالى نفسه، وليس هناك يعني. وسبحان الله، هذه آيات الله في الكون. هذا الكفر الذي يمتلك أدوات التكنولوجيا والعلوم وما إلى ذلك لم ما عمل له منظمة ولا الدول كده يقول لك كذا نتحدى الإسلام ونتحدى المسلمين ونتحدى القرآن الكريم فننزل من السماء ما ننزل ماء في هذه البلاد اليوم وبكرة في تلك المناطق. بالعكس، هذه البلاد أحيانا تعاني من جفاف، وأحيانا تعاني من حرائق ولا يستطيعون أن يطفئوا تلك الحرائق، وأحيانا يعني الله سبحانه وتعالى لحكمة وآية من عنده تنهمر المياه فتسيل الأرض أنهارا وتغرق، وهكذا يعني. ولذلك هذه أشياء مختصة بها الله سبحانه وتعالى. في سورة البقرة الآية 22: وأنزل من السماء ماء. وفي آية أخرى من سورة البقرة: وما أنزل الله من السماء من ماء 164. وفي آية أخرى من سورة الأنعام: وهو الذي أنزل من السماء ماء، الآية 99. وقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، المؤمنون الآية 18.
وقوله في سورة الأنعام في الآية 6: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. أما ما يعرف الآن باستمطار السحب عن طريق معالجتها، فيلزم أن تكون السحب مهيئة أولا لسقوط المطر، والمطر لا يسقطه إلا الله. أما السحب التي لم ينم الماء فيها أو لم ينمو الماء فيها، كأن تكون الريح المرسلة عليها عقيما فلا تمطر، بالإضافة إلى أن إضافة مواد ليست من أصل السحاب تؤدي إلى تلوث بيئي، مثل زيادة حموضة الماء فيما يعرف بالأمطار الحمضية. وصدق الله تعالى حيث يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ثانيا، السماء مصدر عذاب. تتنوع صنوف العذاب النازل من السماء على الكافرين المعاندين، من الزجر والكسف والحسبان والآيات القاهرات. والصيب هو المطر من السماء في حال ظلمات، والرجز العذاب والغضب، وقيل هو الطاعون. والكسف القطع من السماء، والحسبان مرامي من السماء، وأحدهما حسبانة، والحسبانة السحابة، والحسبانة الصاعقة. وصدق الله تعالى حيث يقول في سورة البقرة في الآية 19: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ثالثا، السماء جهة الاستواء والعلاء والصعود. استوى إليها رب العزة تبارك وتعالى. ويقول المفسرون: الاستواء بمعنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى فسواهن، أي خلق السماء سبعا، والسماء جهة القصد لتحقيق الأماني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. البقرة الآية 144. رابعا، نحن في معنى السماء. رابعا، الجهة الرمزية لوجود الله. آيات تدل فقط على سمو وجلال الله، فهو سبحانه منزه عن الحلول في مكان دون آخر. قال تعالى: أأنتم أو عفوا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. سورة الملك الآية 16 و17. وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. البقرة 255. وقال أيضا في سورة الزخرف الآية 84: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. قال المفسرون في تفسير الآية الأخيرة: هو إله في السماء وإله في الأرض يعبده أهلهما وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه. خامسا، السماء مصدر الرزق والرحمة والبركة. يقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لسورة الذاريات الآيتين 22 و23. وقال سبحانه وتعالى في سورة فاطر الآية 3:
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال سبحانه هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. سورة غافر الآية 13. سادسا عزيزي المستمع والمشاهد الكريم، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه فيها من شيء صغر أو كبر. يعلم رب القول في السماء والأرض ولا يغيب عنه شيء فيهما، العالم بما كان وما يكون وما لا يكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وصدق الله حيث يقول: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سورة آل عمران الآية 5. سابعا، السماء مسرح للظواهر الجوية من ريح ورياح وسحاب وبرق ورعد إلى آخره. يسخر الله فيها الرياح ويصرفها، وينشئ فيها السحاب الثقال، ويسبح فيها الرعد بحمده. ويكفيك أن تقرأ الآية 43 من سورة النور وتأمل الإيجاز المعجز والصياغة التي يعجز علم العلماء عن الاتيان بمثلها، والتنوع في الألفاظ، وكأن كل منها يمثل مصطلحا علميا دقيقا. قال الحق عز وجل: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. سورة النور الآية 43. ثامنا من معاني السماء الدنيا التي تزينها الكواكب والنجوم والأقمار. قال الحق عز وجل في سورة الصافات الآية 6: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. تاسعا، السماء جنس يعني السماوات السبع، أي الكون كلها. قال الحق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. سورة الطلاق الآية 12. عاشرا، السماء جرم مستقل بذاته، فهي بناء مسواء لها أبواب، وهي سقف محفوظ، وهي ممسوكة، وفيها كسف أي قطع، أصلها دخان، ذات طرق، بنيت بأيد، وموسعة، مرفوعة، وهكذا. هذا ما ورد في معنى السماء كما السماء والسماوات في القرآن الكريم، كما ذكرها الدكتور حسني حمدان الدسوقي مشكورا. الآن عزيزي المستمع والمشاهد الكريم، نأتي إلى الآيات التي نقرأ جانبا من الآيات أو بعضا منها، الآيات التي ذكر فيها خلق السماوات والأرض. قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورة البقرة. وقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
في سورة آل عمران. وقال الحق عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، في سورة الأعراف. وقال الحق عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال العلامة الإمام محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه: هنالك من يظن أن القرآن فيه تكرار، ويقول ليس هنالك تكرار، كل آية جاءت لحكمة وجاءت لفصل وجاءت لرسالة وجاءت لقانون وتدبر معين. ولذلك إذا أردت أن تفهم فاربط وهو يصفها بالمشاهد، يعني حتى في القصة الواحدة نأخذ قصة أي نبي من الأنبياء ذكر، فأحيانا تلاقي مثلا يعني نبي الله موسى عليه السلام تلاقيه مذكور في آيات كثيرة، فالشعراوي رحمة الله عليه كان يقول: هذه كل مشاهد وعليك أن تجمع تلك المشاهد لتكتمل لك الصورة. هذا إبداع رباني كبير وعظيم، ولا يمكن أن يتأتى لإنسان ذلك إلا أن يتدبر. عشان كده ربنا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والله ليس هنالك أكثر من غباء في هذه الدنيا أن لا تؤمن بالله، أن لا تؤمن بالله وأنت لا تملك شيء، وكل هذا الكون يؤكد على أنه الواحد الأحد. فربنا في تحدي صريح يقول لهم: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. حتى اليوم وإلى أن تقوم الساعة ما حيجي واحد ابن آوى كده يقول يرينا جوابا على هذا السؤال: فأروني ماذا خلق الذين من دونه، سواء كانوا أصنام عبدة ما عارف آلهة. بالله معقول هذا الكون بالمنطق كده في أديان في ديانات باطلة؟ أنا مرات نسألهم يعني نكون البوذيين وغيرهم يؤمن بمليون إله، مليون إله. بالله معقول في إنسان عاقل كده يعبد له مليون إله؟ واحد من هؤلاء الملايين بقرة ذلول، بقرة تثير الأرض ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، ممكن يذبحها يعني رجل مجنون، يعني ممكن تديه السكين تقول أذبح البقرة دي، يذبحها. يعبدونها من دون الله. دي واحدة من الملايين يعني، وهكذا وشمعة تضيء كده ويقول هذا إله. فالإنسان بالمناسبة الإنسان إذا استعمل عقله لا يعبد إلا الله، لا يعبد غيره أبدا. ولذلك قالوا لو كنا نسمع أو نعقل كما قال العلماء. قال العلماء: ليس هنالك عاقل يدخل النار أبدا. كل الذين يدخلون النار والله لو كانوا بروفيسورات، دول متقدمة، حضارة، ما بعرف شنو، كل هؤلاء ليسوا عقلاء. أي رجل أي إنسان
تدخل النار ليست عاقلة، تأكيدا على قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما كنا في أصحاب السعير. لذلك إعمال العقل يدلك على أن هذا الكون يسيره خالق عظيم، وهذا كله لا يتأتى لك إلا أن تتفصح في هذه اللغة وتحبها، تقرأ القرآن بتدبر وتتمسك باللغة العربية. والله دعك من الكتب والحاجات الثانية. وأنا الحمد لله علي الشويريني رحمة الله عليه، أعتقد ذلك العالم الجليل السعودي أترحم عليه، وقفت على محاضرة قال: والله بعد عمر 40 لم أقرأ شيئا غير كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد أغناني كتاب الله عن كل العلوم لأنه أصلا كل العلوم موجودة في هذا الكتاب. وأنا والله من زمان أنا ما بقرأ، ما أتلاها في قراءة كده رواية وما بعرف شنو والكتاب الفلاني، هذا كله كلام منسوج، كلام كاتب وخيال. بالله تترك كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إلى آخر الآيات، وتقوم تضيع عمرك كله، عمرك كله تضيعه في كتب بتاع. أنا أستغرب من الناس عندهم. أنا لا أقول، أنا لا أدعو إلى العزوف عن القراءة والعزوف عن التمعن والتبحر في علوم كثيرة، هذا ليس ممنوع، بل الدين أمر بذلك. لكن معقول أنت تقرأ في السنة 3 4 5 كتاب مثلا، أو 10 كتاب، ولا في الشهر، خلينا نقول في الشهر مثلا، وفي السنة تكون التهمت لك 20 ولا حاجة كتاب أقرأ. لكن بالله كيف يستقيم أمرك؟ كيف تصبح من العقلاء وأنت لم تتفقه في هذا الكتاب؟ ولعلمك أيها المشاهد الكريم، كلنا نحتاج في نهاية المطاف، نحتاج إلى هذا الكتاب. والله نحتاج إلى أن يقرأ علينا آي ويلقنون ويقرأ علينا آي من القرآن الكريم. والله لو كنت بروفيسور ترجع تقول: يا جماعة، ما حد تقول لهم جيبوا لي رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه والأستاذية دي والبيبر اللي عملت الورقة العلمية والمؤتمر الفلاني الذي شاركت فيه بتاع. لا، ده كله يتوارى، كله يتوارى. تقول إلي بالقرآنيين، إلي عشان يعني يكون آخر حديثك هذا القرآن يعني. ولذلك طالما هل المسألة بالعقل كده، يا أخي فقه نفسك في هذا القرآن، فقه نفسك في هذه اللغة، أربط نفسك علاقتك بهذه اللغة وتحدث ما شئت يا أخي. فأنا لا أدعو للانقطاع، كلنا بنقرأ، لكن أنا والله العظيم قسما بالله أنا لا أقرأ كما أقرأ القرآن الكريم، وفي ذلك والله متعة واستمتاع. ولذلك أدعوكم لكي تستمتعوا باللغة العربية وتستمتعوا بالقرآن الكريم وتستمتعوا بالأحاديث. والله إذا قرأت القرآن كثير وتدبرت معانيه، يعني لن تقف 5 دقائق في أي شيء مكتوب ما فيه فائدة طوال حترميه، لأنك أنت طالع من حاجة أكبر، حاجة كونية. ولذلك ستجد في بعض الكتب ما هو مفيد، وما هو مفيد ستجده كيف مقياسك هو شنو؟ ما قرأته في القرآن الكريم، ما تدبرت في معانيه. ستجد نفسك أنك أنت قاعد تقرأ شيء إذا استمريت فيه بدليل القرآن الذي تقرأه ستستمر فيه، معناه ده كتاب مفيد. إذا لم يكن كتابا مفيدا سترميه في الدقيقة الثانية أو الثالثة. معقول تضيع عمرك في رواية قاعد واحد كتبها، أو في ديوان شعر مثلا، وأنا شاعر والحمد لله يعني. لكن الشعر برضو لما يكون مرتبط بالقرآن الكريم، بالقيم الدينية، بالرسالة، أن يكون شعر رسالي، برضو أن تقرأه شيء جميل يعني. لأنه إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة، إذا تمسك ومنطلقات هذه القيم والمعاني. تحدثنا كثيرا في هذه القناة المباركة عن شعراء خدموا الإسلام، سالم بن ثابت وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن الذين جاءوا من بعدهم. أنا لا أدعو إلى مقاطعة الشعر، أنا أقول دوما، وهذه أنا أقول مطمئنا بعد كلام الله سبحانه وتعالى وبعد الحديث النبوي الشريف
وتفسيرات العلماء وما ذلك، يأتي في المرتبة الثالثة القرآن الكريم بكل تفرعاته. فقه القرآن، عندما أقول بكل علوم، علم الفقه والسير والميراث وما إلى ذلك، الدين ما جاء به من كلام الله سبحانه وتعالى وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى، برضه هو تشريع. أنا بعده أقول يأتي الشعر، لكن أي شعر؟ مش أي شعر، مش كل الشعر، الشعر الإسلامي المنضبط، الشعر القيمي. الجاهلية والله كان فيها شعر، كان فيها ما يهذب النفوس، جاهلية الجهلاء تلك. ومما يذكر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يقف كثيرا في لامية الشنفرة كما يقال، يعني أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. وكان يعجبه بيت الشعر: أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل، إلى آخر الأبيات التي ذكرها. وعشان كده سموها لامية العرب، فيها كثير من القيم التي جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق التي كانت عند أولئك القوم. ما قال لي أنا جاي يتمم مكارم الخواجات ومكارم الأخلاق التي نزل فيه القرآن الكريم وهي أمة العرب. ولذلك معقول تترك كلام الله وتتدبر معانيه، وهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل ولا يمل عن كثرة الرد. 60-70 سنة عمرك كله لو قرأت القرآن بتدبر، كل يوم تجد فيه حكم وتجد فيه بلاغة. والله لو بديت تكتب حتى مقال تنزل عليه تلك الفصاحة التي موجودة. وأي واحد يكتب مقالة، يكتب قراءة، يكتب دراسة، يكتب، تعرف إنه هذا الرجل علاقته بالقرآن إيش، حتى لو كان فصيح، حتى لو كان يكتب كلام أول ما تشوف فيه ركاكة في الأسلوب أعرف إنه هذا الرجل ليس له علاقة بالقرآن الكريم. ونحن نتحدث في هذا البرنامج العربي وندعو الناس إلى أن يتمسكوا بلغتهم هذه. ولذلك وذكر المفسرون تفسيرين للآيات المتعلقة بالعمى، فمنهم من أثبت أن السماوات لها أعمدة إلا أنها لا ترى، فمعنى الآية الله الذي رفع السماوات بغير عمد مرئية، وذلك بجعل جملة ترونها صفة العمد، والضمير يعود إلى عمد. ومنهم من ذهب إلى أن السماوات ليس لها عمد أصلا، ويكون معنى الآية الله الذي رفع السماوات كما ترونها بغير عمد، وذلك بجعل جملة ترونها حالا من السماوات، أشرت إلى ذلك، وبعودة الضمير إلى السماوات. ويميل علماء الفلك المعاصرون إلى التفسير الأول فيقولون إن الأجرام السماوية كلها قد بناها الخالق عز وجل، وجعل كل جرم بمنزلة لبنة من بناء شامخ، ورفع هذه الأجرام كلها بعضها فوق بعض بقوى هي نوع القوة الطاردة المركزية، هذا داسي فيزياء، كما ربطها في نفس الوقت برباط الجاذبية العالية، والجاذبية تتعادل مع القوى الطاردة المركزية الناجمة عن الدورات في مسارات شبه دائرية أو قطاعات ناقصة، وهي بمنزلة الأعمدة المقامة بالفعل، رغم أننا نبصرها بأعيننا. فإن ذلك لا يعني أن تلك الأعمدة غير موجودة بحال من الأحوال، فنحن نستطيع أن نتصورها في مجال كل جسم مادي. وربما إذا منح شخص منا حاسة أخرى زيادة على ما لدينا من حواس يستطيع أن يرى تلك الأعمدة أو يحس بها تماما كما ندرك بحواسنا العالية أي جسم مادي أو عادي. شوف الشرح الكثير ده ربنا اختصروا لك. شوف الفصاحة والإيجاز والبلاغة، والبلاغة إيجاز. قال خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. شوف التفسير ده. وفي ناس ممكن يفسروا الآية دي في مجلد. شوف بلاغة القرآن الكريم. وقال الدكتور زغلول النجار: تشير الدراسات الكونية أن وجود قوة مستترة في اللبنة الأولية للمادة
وفي كل من الذرات والجزيئات وفي كافة أجرام السماء، تحكم بناء الكون وتمسك بأطرافه، تحكم بناء الكون وتمسك بأطرافه إلى أن يشاء الله تعالى فيدمره ويعيد خلق غيره من جديد، إلى آخر ما ذكر العلماء. وكثير من ذلك ذكر عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، وأنا سأذهب إلى الحكمة حتى يعني ما نتفرع كثير. نأتي إلى الحكمة من ذكر السماوات والأرض، أو الحكمة في تقديم ذكر الأرض على السماوات أو السماوات والأرض. في سورة طه كما تقول إحدى الدراسات قدمت الأرض على السماوات، وفي الغالب هي السماوات تتقدم على الأرض. يقول الكاتب، أو سؤال طرحه وهنالك الإجابة عليه: عند قراءتنا للقرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى في أغلب الآيات إن لم نقل كلها قد قدم ذكر السماوات على الأرض. هذا هو موضوع الحلقة، إلا في سورة طه، فنلاحظ أنه قدم ذكر الأرض على السماء أو على السماوات في الآية الرابعة: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. أرأيتم كيف اهتدى الخليفة عمر رضي الله عنه، وهو الفاروق، هو الشديد القوي، تلي عليه، استمع إلى سورة طه، وفي فطنته وعقله وقع في قلبه هذا الكلام: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذا الكلام ده الجماعة بتوع بيت الأرقم البيت أبي الأرقم القاعدين لنا هناك، الجهابذة والسلاطين الكبار، كبار القوم، القوى العظمى ساعتها. ده كلام فارغ. يعني هذا الكلام ده يقول واحد من أين له محمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي ولحكمة سبحان الله، وهو الذي يعني أداه الله سبحانه وتعالى، أي يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يمكن أن يعمل أي شيء يتمناه، وهو الرسول الأمين. كان يمكن أن يتعلم. أنا مرات أسأل مع نفسي، شوف الحكمة حتى يظل القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد أميا وعاش رسولا أميا وأرسل نبيا أميا وجاهد في الله حق جهاده أميا ونصر الدين أميا وتكالبت عليه قوى الشر أميا وانتصر عليهم أميا ورفع لواء الله سبحانه وتعالى أميا، وكان هو الأمم المتحدة العظمى الذي أعطى الأمن والأمان وأعطى، يعني هو استلم كل زمام الأمر، محكمة العدل الدولية وكل الدنيا. عندما فتح مكة: ماذا ترون أني فاعل بكم؟ أميا هو في ذلك الوقت أيضا أميا. قالوا أخا كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أكبر عفو إنساني في هذا الكون شهدته الأرض والسماوات ومن فيهن وما بينهن، لم تشهد الكون ده لم يشهد عفوا مثل عفو محمد صلى الله عليه وسلم لجهابذة قريش الذين أذاقوه وشردوه وطردوه وأهانوه وآذوه وفتقوه وكسروا يعني جبهته وأسالوا منه الدم ووصفوه يعني أقبح الأوصاف والعياذ بالله، يعني حاشاه، وقاطعوه وجوعوه وحاصروه وطردوه ولجووه مشرد. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهو أمي
ما كان عنده شهاداته ولا الشهادات الكونية دي الناس الملقومة بها اليوم، لكنه شهادة العلي القدير يعني. فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلق، وهذا أكبر عفو في الدنيا شهدته. لحد اليوم ليس هنالك عفوا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سوف لن يأتي عفوا يجاري هذا العفو. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وهو أمي، فتح الأمصار، امتد الإسلام وهو أمي. ألم تسأل نفسك، هل سألت نفسك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع والمشاهد الكريم، أما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتعلم؟ هو قائد هذا الكون، ويأتي ويقول تعال يا علي أكتب، تعال يا فلان أمسح، والأحاديث تكتب، وهو الذي جالس هكذا. لحكمة ربانية خلاه أميا، عاش أميا ومات أميا صلى الله عليه وسلم وعلى عثرته وأصحابه وبيته الأطهار. رحل أمي وسيحشر أميا ويتشفع لأمته أميا. في عظمة أكثر من كده؟ لحكمة، حتى يظل هذا القرآن الكريم الذي نحاجج به أمة الكون كلها بعلومها وما تفتق عنه هذا العصر من تكنولوجيا وما إلى ذلك، لتبقى حكمة الله أن هذا القرآن هو من لدن حكيم عليم، كلام الله. عشان ما يقول إنه محمد بعدين بعد ما دانت له الدولة وفتح الأمصار واستقر في المدينة وتعلم، قام عمل فيها كما حرفوا كثيرا عن مواضعه الكتب الأخرى. وليتناسب مع قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليحفظ هذا الدين. وما أكثر من حاول أن يدخل فيه التحريفات، ولكن أي تحريف في ثواني يكشف، لأن هذا القرآن في صدور الذين آمنوا وفي صدور المؤمنين. ولكي يظل حديثه كذلك تشريعا، لحد اليوم لم يخرج لنا عالم في علم اللغويات، بس هذه اللغة العربية، ليقول لنا إنه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه شيء من يعني التراكيب النحوية والبلاغية ما مظبوط، وحاشاه طبعا لأنه حديثه تشريع. بل بالعكس، الأحاديث النبوية يستشهد بها في قواعد لغوية وفي تأكيد. أنت إما أن تستشهد بثلاث أشياء: إما أن تستشهد في كلامك اللغوي عشان تؤكد يعني صحته، إما بالقرآن الكريم، وإما بالحديث النبوي الشريف، وإما بالشعر. شفتوا مكانة الشعر كيف أيها الناس؟ لكن الشعر الذي ينضبط يعني، وليس ذلك الشعر المنفلت يعني. ولذلك لحكمة أبقى الله سبحانه وتعالى نبيه أميا، ليبقى هذا القرآن هو تنزيل من الله سبحانه وتعالى. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، دعونا نتوقف هنا قليلا، وأحسب أن الزمن أدركنا كذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد قدمنا لكم ما هو مفيد لنا ولكم، ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم، ونرجو أن تتواصلوا معنا بالتعليق. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية يعده ويقدمه أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية المباركة. ألتقيكم بحوله تعالى في الحلقة المقبلة، حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.